قول لي يا جمال، الناس دلوقتي في المجال بتاعك وده الشعر والالحان بقى والاغاني والقصائد، هو المجال بتاعنا ما هو بتاعنا بتاعنا كلنا يعني. الكل بيلهث ورا المكسب المادي يعني. بس قصايد جمال بخيت بتاعت الناس اللي ما بتدفعش. يعني ازاي ماشيه الحكايه دي معاك يعني؟ والله بص، هو يعني في القناعة الأصلية عندي، والمفروض إنها عندنا كلنا، يعني إنه الرزق في إيد ربنا. يعني هذه حقيقة يعني أزلية. فالرزق في إيد ربنا، يبقى هو أكيد مش في إيد يعني لا مطرب ولا مطربة ولا شركة إنتاج ولا شركة كاسيت ولا يعني مدير محطة ولا مسؤول في دولة. يعني هو الرزق بإيد ربنا. اللي انا بعمله ده ايضا له، واخد بالك، ده مستوى من الابداع له، يعني متذوقيه وله بس ما بيدفعوش يعني مريديه. والله يعني هي المساله يعني اسهل انك تستغل هذه الموهبه في كتابه اغاني، وعملت اغاني. بس انا اقصد انه الموهبه دي ممكن تخلي صاحبها يمشي مع السوق وكل يوم يعمل له 3 4 اغاني. ما هو الحكايه بس، وتترات افلام ومسلسلات وحاجات لطيفه كده. بس الحقيقه الواحد بيبص انه دائما ان في عندك، انت عينك على ايه؟ يعني انت عينك على انك تكوش على قرشين النهارده وتروح مع اللي راحوا، يعني اللي ماتوا وهم احياء، حس بيهم يعني. اللي هم ماتوا وهم احياء، ولا يبقى تنحت اسمك على جدار معبد فرعوني خالد لحد النهارده. الفنان اللي نحت عليه كلنا الناس بتيجي من اقاصي الارض عشان تتفرج على ابداعه، وهو مات من 7000 سنه. يعني انت دي اختيارات في الحياه، انت مختار ايه؟ ومع ذلك عايز اقول لك ان انا باللي انا عامله، بالاصراري على انه القيمه تبقى هي يعني متجهي. الحقيقه ان انا موجود والحمد لله، مبسوط يا جمال، وعندي حضور. لا عايز اقول لك يعني ان انا من ناحيه الحاله الماديه افضل كتير من شعراء استهلكوا نفسهم في التعامل مع السوق. بتدبر حالك يعني، وبعد شويه فنجرش جامد يعني. مش لا انا بتكلم جد الحمد لله. لا طب هسألك في الاطار ده سؤال. انت عملت قصيده اتعملت في فيلم دكان شحاته، مش باقي مني. ايوه بصراحه يعني. اللي انت انسان تكنولوجيا، يعني بتتابع الانترنت والفيسبوك والله لا انا واليوتيوب والحاجات دي. انا يمكن بس قالوا لي نبهوني ان انا لازم، انا بصفه عامه لا بس انا يعني لقيت كتير قوي يكلموني، لا خش يا جمال شوف انا خشيت بالنيابه عنك يعني وشفت، وهقول لك اللي شفته. الانطباع انه القصيده وانت بتلقيها مسجله نجاح اكبر بكتير من النجاح اللي حققته في الفيلم. انه نسب المشاهده والقراءه عليها في اليوتيوب وفي جوجل وفي الفيسبوك وغيرها يعني من المواقع المهمه اللي بيرتدها الشباب عاليه جدا. انت تفسر لي ده بايه؟ لا انا اقول لك، هو طبعا القصيده اتقالت الاول قبل الفيلم يعني بفتره، يمكن ب3 4 شهور. بس لما اتقالت في الفيلم كاغنيه ما غطيتش عليها. ما انا هقول لك، لا ما هو ده صعب بقى، يعني ان في قصيده وبقى لها كل هذا الحضور عند الناس، صعب انه تيجي ان لما يتغنى منها جزء، يعني اللي اتغنى في الفيلم مش القصيده كلها، انه لما يتغنى منها جزء صعب انه يغطي عليها. ولكن عايز اقول لك على حقيقه تثبت النجاح المذهل للاغنيه، واخد بالك. يمكن بالنسبه للشريحه اللي بتتعامل زي ما انت بتقول مع الفيسبوك والانترنت ومع التلفزيون، لان الناس شافت القصيده دي بادائي في التلفزيون وكده، لا عايز اقول في عالم اخر. واحنا بنسجل الاغنيه انا شاورت عليه، قلت لهم يا جماعه الاغنيه دي هتتغنى في الافراح الشعبيه. فطبعا خدوا كلامي على محمل الهزار، وانت في الهزار فظيع معروف. وانا الفكره عني فعلا زي ما انت بتقول، انا بهزر كتير، فما خدوش كلامي على محمل الجد. جينا واحنا في شهر رمضان كنا بنصور
نفس المطرب الملحن الجميل احمد سعد اللي عامل الغنوه في الفيلم، هو نفسه اللي كان مشترك معايا في مسحرات يا مصراويه اللي كان بيتذاع على القناه الاولى في رمضان. واحنا اثناء التصوير كنا في شارع المعز لدين الله الفاطمي في القاهره القديمه، وقعد اتلموا شويه من الشباب كده، يعني الجمهور بيتفرجوا على التصوير. واحد منهم ما يعرفنيش انما يعرف احمد سعد، قال له يا استاذ احمد وانت نجم الجيل وانت راجل كذا وانا اغانيك والعظيمه والحاجات، وابتدى فتح معانا حوار كده، فاحنا عايزين نشوف فقال انه هو مطرب، ابتدى يسمعنا صوته شيء هايل، يعني مطرب. وبعدين قال له على فكره يا استاذ احمد انا يعني بغني اغانيك في الافراح. فاحنا انتبهنا، يعني شدنا الحقيقه. فقلنا له يعني بقى؟ فقال مش باقي مني دي، انا بغنيها في الافراح، انا بكسر بيها الدنيا في الفرح. انت مش عاملها كده خالص. كويس. انا الحقيقه افتكرت انه يعني بيقول الجمله دي مجامله يعني لحضوره مع يعني مطرب هو بيحبه كده. واذا بيه انطلق وسمعنا الاغنيه من اولها لاخرها، ويجي لك في حتت كده يقولها بوجع، وفي حتت تانية يقول لك هنا بقى لازم ارقص الفرح كله. واخد بالك اللي هو الايقاع. هو في حاجه في الغنى الشعبي انه تلاقي كلام حزين راكب على ايقاع راقص، ما تعرفش التوليفه دي بيعملوها ازاي. انما هي دي مثلا اللي نجحت قوي كتاب حياتي يا عين مثلا. وكانت بتتغنى في كل الافراح الشعبيه فعلا، واخد بالك، وحاجات لعبد الباسط حموده وحاجات تلاقيها فيها وجع وفيها جرح شديد جدا، انما الطبله شغاله. بالظبط كده. فالمهم ان الاحساس اللي انا حسيته ان الغنوه دي بايقاعاتها دي، اللي انا حسيته اثناء تسجيلها انها تنتمي لهذه الفئه، الوجع الشديد اللي في نفس الوقت في ايقاع شعبي شديد الشعبيه هتوصل للافراح، يدل على ايضا انه يمكن القصيده نجحت في عند شريحه كقصيده، وكأغنية نجحت عند شريحة أخرى، وكأغنية نجحت عند شريحة. احنا بقى بيشوفنا كل الشرايح دلوقتي بالظبط، يبقى سمعها لنا ونشوف تنفع في الأفراح ولا في المياتم. سمعنا.